سنة 1910 اتبنت مستشفى على تل كنتاكي اسمها ويفر هيلز، كانت مخصصة لعلاج مرض السل. وقتها مرض السل ما كانش ليه علاج، واللي كان بيتصاب بيه فرصته في النجاة كانت تقريبا صفر. الآلاف ماتوا جوه المستشفى، والموت بقى منظر يومي قدام المرضى، وده كان بيزود خوفهم وبيموتهم أسرع. عشان كده المستشفى بنت نفق تحت الأرض اسمه نفق الموت، كانوا بينقلوا فيه الجثث عشان محدش من المرضى يشوف اللي بيحصل. بيقولوا ان اكتر من 63 الف شخص ماتوا هناك. متخيل الرقم؟ وفي شكاوى كتير عن تجارب طبية بشعة بتتعمل على المرضى. والنهاردة ويفر هيلز بقت فاضية بس مسكونة بالاشباح. كل الزوار اللي راحوها بيقولوا انهم سمعوا صراخ وشافوا اشباح بتتحرك ما بين الممرات، وناس كتير خرجت من هناك مرعوبين مش مصدقين اللي شافوه. ويفر هيلز مش مجرد مستشفى مهجورة، دي مقبرة أرواح ولسه فيها حاجات ما ماتتش.